أن يكون معنا ومعكم ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مجدي حسن علام، استشاري الأمراض النفسية والطب الأسري. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور مجدي. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد، وأهلا بجميع العاملين في الإذاعة التعليمية ومستمع الإذاعة التعليمية. كل سنة وحضرتك طيب ومستمعينا بخير. يمكن احتفلنا بأعياد شم نسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال، يعني مصر من عيد إلى عيد يا رب كده دايما. والله إحنا الأعياد الجميلة هي اللي بتخرجنا من الأحداث العالمية اللي مؤثرة على النفسية وما يلاقيه الآخرين من شرور الإسرائيليين. يا رب ربنا يحفظ مصر، ومصر قد التحديات يا دكتور مجدي ودايما محفوظة مصر إن شاء الله، لأن هي يعني أم الدنيا وقد الدنيا زي ما بنقول دايما يا دكتور. وهي محفوظة في القرآن، محفوظة وفي كل الأجيال اللي بنعيشها. مصر دايما محفوظة بكرم من ربنا علينا. وأنا دايما بقول إن عندنا قيادة حكيمة تعرف تدير الأمور مع أي حد، لأن إحنا الحمد لله قادرين على مواجهة أي حد بإذن الله بهذا الشعب القوي والقيادة السياسية الحكيمة. دكتور مجدي، هناك يمكن بعض الأمراض النفسية العقلية والنفسية اللي بتأتي نتيجة الضغوط النفسية وضغوط الحياة. البعض أحيانا ما بيستطيعش أن يتحمل هذه الأشياء فبيحصل له ضغوط نفسية. هل هذا يعد مرض نفسي وإزاي يتعالج هذا المرض يا دكتور مجدي؟ والله يا دكتور محمد، الضغط نفسي، يعني احنا كلنا بنشعر بالضغوط النفسية، وكل مواقف بنمر بيها بيبقى فيها ضغط في الحياة اليومية. ولكن ممكن يكون منخفض، ضغط منخفض المستوى، بيبقى مفيد ومحفز، يعني بيفيد بعض الناس ويحفزهم على القيام بأعمالهم. وهناك بيبقى تعامل مع أحداث مجهدة، ودايما بنقول ان الشعور بان انت تحت ضغط نفسي يمكن يكون له جوانب مختلفة في اليوم. زيادة عبء العمل، فترة انتقالية من مكان لمكان، من وظيفة لوظيفة، شجار أو جدال بين العائلة وبعضهم، مخاوف مالية جديدة وقائمة. وممكن نلاقي ان التأثير التراكمي بيكون له أثر على الضغط النفسي، اللي بيسبب ان يخلي الجسم بيستجيب للتوتر والقلق وسرعة الانفعال. ودي طبعا احنا يعني لما بنقول امراض نفسية، اما بيكون الضغط النفسي زيادة عن الطبيعي بتاعه، ولازم او بالدرجة بتاعته المتفاوتة اللي بنلاقي فيها البعض من الضغوط النفسية. امتى نسميه مرض بقى يا دكتور مجدي؟ والله يعني يوصل لمرحلة ايه عشان نسمي ده مرض ضغط نفسي؟ لو انا النهارده لقيت نفسي مستمر في الضغط النفسي، في توتر، في قلق، وفي دايما استمرارية بتزيد عن معدل الشهرين، بنقول لا، لازم يتعرض على استشاري نفسي وطبيب نفسي. الأسباب الرئيسية اللي احنا بنقول دايما عليها دكتور محمد، ممكن يكون جينات فردية، ممكن يكون تربية، ممكن يكون صعوبات في الحياة الشخصية والعلاقات الاجتماعية، ممكن زي ما قلنا انتقال من مكان. السيدات ما بيكونوا حوامل أو في إنجاب طفل، أو هيبدأوا يراعوا شخص ما، في بيبقى صعوبات مالية، ديون، ضرورات اليومية. ممكن يكون بسبب مشاكل صحية، مشاكل سكن، بيئة عمل صعبة أو مضطربة، فقدان بجميع أشكاله اللي بيتعرض لها الناس. ولكن عشان نبقى حقيقيين،
ان الاعراض اللي بتبين ان في ضغط نفسي، الاجهاد ممكن يسبب لنا الشعور بالاجهاد. بس هل عندي صداع، عندي تصلب عضلات، مم. مشاكل في المعدة، ألم في الصدر، أو زيادة في ضربات القلب، دي كلها أعراض جسدية، بعرف إن في ضغوط نفسية. طب الأعراض العقلية، صعوبة في التركيز، مرهق دائما، عندك قلق، ما بتجيلكش نوم بسهولة، بيبقى في صعوبة في اتخاذ قرارات للمسؤولين، النسيان. التغيرات بقى اللي بتحصل نتيجة الضغوط النفسية بتبقى في السلوك، اللي هو سريع الانفعال، آم، بيبقى أكله قليل أو كتير، مم. بيتجنب التعامل مع المجتمع، بيدخن بشراهة. ودي اللي احنا بنقول عليها ان انا لازم اعرض نفسي على الطبيب لو حسيت باي تغير نفسي، خاصة لما بيحصل مصيبة او صدمة او اي سبب من اسباب الضغط النفسي. يقولون دائما يا دكتور مجدي الوقاية خير من العلاج. ازاي تكون عندي وقاية ضد امراض الضغوط النفسية والاكتئاب وغيره؟ اول حاجة، اعمل عادات ايه، اكل اطعمة ايه او مشروبات ايه، او اخرج اتعامل مع اصدقائي، او يعني ازاي اقي نفسي من هذه الاشياء؟ دايما لازم اول حاجة نتخلص من مسببات التوتر اللي عندي. مم. يعني انا ما بحبش كلمة الهروب من المواقف العصيبة أو تجنب المشكلة، ولكن نقلل التوتر. لو كان في الإمكان إن إحنا نقدر نغير الموقف اللي بيسبب التوتر، نتخلى عن بعض المسؤولية اللي بتسبب لنا التوتر، نخفف المعايير اللي بتتحط بالنسبة للإنسان عشان يتخلص من مسببات التوتر. لازم يكون في دعم اجتماعي. يعني الدعم الاجتماعي يا دكتور محمد مم. بيبقى حاجة قوية جدا عشان تحسن القدرة على ان احنا عندنا صمود قدام الضغوط النفسية. النفسي. وبرضك وجود الأصدقاء أو أفراد الأسرة اللي بيستمعوا للبني آدم اللي بيتعرض لهذه الضغوط بيكون له نتيجة. البحث بس بقى عن اتفضل يا دكتور. ازاي ندور على التغذية الجيدة زي ما حضرتك قلت. مم. الجهاز العصبي المركزي دايما بيفرز الادرينالين اما بيواجه الضغوط، مم. والكورتيزول ده بيأثر في الجهاز الهضمي وممكن يقتل الإجهاد. يعني الشهية بتبقى مفيش شهية موجودة للطعام. بس النهارده افراز هرمون الكورتيزول اثناء الاجهاد المزمن ده ممكن يسبب رغبه شديده في تناول الدهون والسكريات. ابحث بقى عن الاغذيه اللي بتساعدني على يكون في ارتخاء للاعصاب، ان اكل الوجبات اللي بتخلي المزاج معتدل. ما ننساش ان الضغوط النفسية بتسبب توتر العضلات. الناس اللي هي بتشتكي مم. دايما آلام الظهر والتعب العام، دي الأعراض ممكن بتكون بسبب النهاردة مفيش رياضة. عشان كده بنقول لهم العبوا تمارين إطالة، روحوا خدوا جلسة مساج، استحمام بماء دافئ، تجربة الاسترخاء التدريجي للعضلات. ودي كلها بتقلل القلق وبتحسن الصحة العقلية بشكل عام. ازاي نحافظ على نوم هادئ؟ مم. عشان ده بيؤثر على الضغط النفسي أثناء النهار. النهارده يعني بنلاقي ناس طول الليل سهرانه وما بيستريحش غير ساعه او ساعتين. مم. بنقول له لا، خد بالك، العربيه اللي انا براكبها لازم اريحها عشان تقدر تستمر في المهمه بتاعتها.
الناس اللي بتقلب الليل نهار والنهار ليل، تصحى طول الليل وتنام بالنهار، برضو اعتقد ده دكتور مجدي مسبب للأرق والضغوط برضو يا دكتور. ده النهارده حضرتك م. في يعني في سورة الكهف لم يغادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها، نعم. وجعلنا لكم الليل. وهو الذي جعل لكم الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهارده يعني انا الليل ده عدا طبعا الناس اللي بتبقى مسؤولياتها او اعمالها م. بتبقى على الغير، ولكن بنلاقي الناس اللي هي سهرانه طول الليل قدام التلفزيون وعلى السوشيال ميديا، ومفيش وقت ان هم يبقوا قاعدين فاضيين، بيفقدوا الراحه في الادراك والمزاج. النهارده يا دكتور محمد عشان احارب الضغوط النفسيه لازم يكون عندي طاقه لهذا الجسد اللي مرهق طول النهار، من خلال راحه الجسد والنوم بطريقه تتناسب مع المجهود اللي بنأديه. هنا بقى عايز اقول في بعض الاشخاص ممكن حضرتك تقعد معاها تتكلم معاها تديك طاقة ايجابية وتديك باور، وفي بعض الاشخاص للاسف تديك طاقة سلبية وتجيلك احباط. وعارفين حضرتك ان السلوك الايجابي معدي والسلوك السلبي معدي. يعني حد تقعد معاه كده تلاقي تحس انك هتقوم معاه، اللي هتلاقي القيامة قامت بره وانت قاعد ده كذا ده كذا، كل نظرته تشاؤمية ما يديكش امل. وفي ناس كده ريلاكس متفائلة. يعني اكيد الجلوس مع الاشخاص الايجابيين معدي يا دكتور مجدي، وهو الافضل. والسلوك والجلوس مع الناس اللي هي المتشائمة ربما يكون مؤثر بالسلب يا دكتور. والله يا دكتور محمد أنا دايما يعني بقول لقائي الأسبوعي معاكم في الإذاعة التعليمية، أنا واحد باخد طاقة إيجابية في الحوار مع حضرتك. ربنا. والنهاردة يعني دايما بحترم الحكمة اللي بتقول لا تجعل لسانك يسبق عقلك، نعم. فليس كل من تعلم الأحرف اتقن الكلام، الله. فالجميع يكتب والقليل يقرأ والنادر يفهم. لو أنا الله. عندي قناعة إن كل شيء ربنا بياخده مني كان له حكمة، وكل شيء بقى ليا كان له رحمة، لن تضيع أبدا ما دمت بين رحمة الله وحكمته. الله. فالناس فعشان لازم نكون عندها اليقين والقناعة والرضا اللي بيخليها دايما صبرة على أي حاجة بتقابلها في حياتها. مم. الطاقة السلبية يا دكتور محمد بتأثر على التفكير، بتأثر على اتخاذ القرار، بتأثر على الشخصية اللي بتتعامل مع الآخرين في العمل وفي المنزل، ودي من المسببات الرئيسية للأمراض النفسية والعقلية. النهاردة حضرتك الطاقة السلبية مؤثرة. الطاقة السلبية اللي لما بتيجي تقابلني الصبح وتصبح عليا اصل انا عيان وتعبان ورجلي وايدي وبطني، ودي بقت حاجة بقت سلبية في مجتمع. المفروض نصحى الصبح كلنا ايجابيات. عشان كده يعني مهم قوي ان احنا زي ما حضرتك قلت يبقى في الجليس الصالح اللي الرسول اوصى به صلى الله عليه وسلم. الرياضه اضعف الايمان، المشي والصلاه والعبادات. يعني حضرتك لما بتقوم الفجر كده مع استنشاق الهواء الجميل النقي والعباده والطاعه بتدي نفسك طاقه ايجابيه يا دكتور مجدي. والنهارده حضرتك يعني انا النهارده لو انا الطاقه الايجابيه، صباح الخير يا دكتور محمد، صباح النور، عامل ايه؟ الحمد لله، وربنا بيكرمنا بصباح جميل. النهارده الواحد بيروح العمل بتاعه، بيبقى فيه احساس ان هو فيه شعور، فيه طاقه عنده ان هو هيؤدي. وعشان كده دايما يعني سلوكيات الناس بيبقى ليها تأثير يا دكتور محمد، وده اللي احنا بنقول عليه. دايما النقاش بيقاس بالعقل، والمواقف بتقيس البشر.
النهارده لازم يبقى انا موقفي ثابت، ان انا بتعامل مع الناس بطاقه ايجابيه، والله ليها تاثير حتى طبعا. على البيت وعلى الاولاد وعلى التعامل في العمل والتعامل في الشارع والسلوكيات دي كلها. احنا بنشوف في كثير من البلدان بيبقوا صباحهم جميل جدا والابتسامه بتبقى على وشهم، ورايحين عندهم الرغبه في الحياه، الرغبة في العمل، حتى لو صبحوا الصبح ما لقوش شغل بيصنعوا لنفسهم شغل. مم. أما النهاردة حضرتك العبوس على بعض الوجوه بيؤدي إلى تدمير الطاقة اللي موجودة عند الواحد، وممكن بيبقى ليها سبب في تدمير كثير من البيوت. عشان كده مهم قوي حتى للأزواج، يعني انت اول حد بتقابله او بتصطبح بيه الزوجة بالنسبة للزوج والزوج بالنسبة ليها، يبقى فيه الابتسامة، يبقى فيه التفاؤل، يبقى فيه ان احنا بنبدأ يومنا بحاجة ايجابية. ما بنبدأش يومنا بان احنا نعرض ده النهاردة فيه مشكلات كذا، ده الولاد عايزين كذا، ده الهموم كذا. يعني نبدأ حتى يومنا بتفاؤل، ما يبقاش فيه الزوج اللي هو بيصبح عبوس ومهموم، او الزوجة اللي بتحمل زوجها اعباء وتخليه خارج لعمله عنده ضغوط وهموم ومشكلات. مهم قوي ان احنا يبقى حتى بنبدأ يومنا بتفاؤل ونظرة تفاؤل. ما أنا دايما لما بنيجي نتكلم مع الزوجات ومع الرجال برضو لازم نبقى عارفين إن في، عشان لعبة الحياة الزوجية دي، إن أنا أفوز بيها وتبقى كويسة ويبقى فيها مشاعر وفيها رحمة وفيها مودة. الراجل غير الست، ده مم. له طباع وعاطفة وهي ليها طباع وعاطفة، بيختلف. مم. وفي نفس الوقت احنا بنقول لكل السيدات الراجل مش طفل عشان تقعدي تدلليه، هو بيحب ان هو حد يقدره، حد يمدحه، حد مم. يثني على مجهوده. وانت برضو لازم اما بتيجي تكون موجود في البيت ما تكونش عبوس، ما تكونش مكشر يعني. حتى الابتسامة لها دلال من الست او من الراجل في التعامل مع بعضهم. مم. الراجل بيكره دايما الست السرسارة السطحية مم. اللي بتقعد دايما تخسر من الشكوى. وفي نفس الوقت ببعض الأحيان بنلاقي الراجل يعني راجع من العمل تعبان، أول ما تقابله أنت نسيت اللي أنا طلبته منك، ما أنت مش فاضي، أنت مم. قاعد بس في الشغل قاعد تضحك وبتاع وجاي لي وناسي اللي أنا طلبته. يا ستي برضك يعني خدي بالك ان هو مضغوط في العمل. طبعا. بعض الرجاله دكتور محمد ما بتفتكرش التفاصيل يعني، وبنلاقي حالات طلاق. اصل نسي هديه عيد ميلادي، اصل نسي عيد جوازنا. الراجل بقدراته بيبقى تركيزه محدود، ما بيتذكرش التفاصيل، لان مم. بيبقى تفاصيل حياتيه اكتر من الحاجات اللي هي ممكن تبتئس بقى وتقبل تقوم القيامة عشان ما افتكرش عيد ميلاد. هو الراجل عقلاني اكتر، لكن الست عاطفية، وده يعني الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الانسان وعشان عشان كده يبقى فيه تكامل. عشان كده الواحد بيحترم الست اللي دايما عندها طولة بال، اللي مم. مش بيركزها في تصرفات زوجها على طول في كل حاجة. مم. نقطة ضعف أي رجل يا دكتور محمد بيته وعمله مم. وشخصيته. فالنهارده لازم تتملكي قلب جوزك، بان انت يكون عندك الرقة في التعامل مع هذا الزوج اللي واخد الحياة على كاهله عشان يشوف بيته احسن بيت واولاده احسن اولاد. يعني الست تبقى حتى ست، يعني تحسس الزوج ان هي بالانوثه، مش على راي واحد يعني بيقول بحس ان في راجل معايا في البيت او زيكو معايا في البيت زي ما بيقول. والله يعني لا والله يا دكتور محمد، عشان بس الاستاذه هاله ما تزعلش. الست دايما عندها القدرة ان هي تلعب كل الادوار. مم.
بس يعني النهارده بنلاقي السيدات بتبقى كثيرة الشكوى، شكاية وبكاية مم. وحكاية. مم. فالنهارده ليه نشتكي؟ ليه نخرج تفاصيل بيوتنا بره؟ مم. والنهارده ثلاث ارباع او 85% حالات الطلاق كانت بسبب الشكوى والحكايات عن البيوت وتدخل الطرف الثالث. إفشاء الأسرار. طبعا احنا بنقول من قمة الجمال في المرأة حيائها. نعم. مفيش عندنا راجل متسلط إلا لو مم. كانت في زوجة عنيدة ومتمردة. مفيش راجل عصبي إلا لو كانت زوجة غير متفهمة. مفيش راجل خاين إلا لو كانت زوجة بتطعن في رجولته. مم. يزداد العطاء دايما بين الأزواج بالاحتواء. مم. وعشان كده دايما احنا بنقول برضك للرجاله اعتبر ان هي الملكه اللي في مملكتك، مم. هي دي صديقتك وصاحبتك وكل حاجه في حياتك. اقفل قلبك قدام كل السيدات ما دام انت دي زوجتك، هي اللي في قلبك، مفيش امراه اخرى تدخل حياتك. ما تقعدش تضيف الغاز عن عيوبها وان هي ما بتعملكش، لا، لازم هي تمنتك على قلبها وطباعها وجسمها اللي ما اطلعش عليه ابوها واخوها ما مم. تخونش الامانه. نعم. والنهارده اي رجل عايز يكتسب ويكسب ود زوجته لازم يشعرها ان هي الاولى والاخيره في حياته ويكون صادق. يعني آه، ده ما فيش أجمل من تعبير القرآن الكريم يا دكتور مجدي، يعني البلاغة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أنت بتسترها وهي بتسترك. يعني أجمل تعبير. لا يمكن كلام الدنيا كله يدي العبارة ده والمعنى الجميل ده يا دكتور مجدي. والله يعني تخيل يعني لباس لكم، الستر اللي بيسترك سواء أنت أو هي. والله يعني حضرتك بتزيدنا من معلومات حضرتك الدينية، وده اللي بيخليني يعني بيسري الحوار مع حضرتك. أنا عايز أقول حكمة كانت عجبتني يا دكتور محمد. آه، الزمان ممكن يغير سلوك الناس نعم. بس مش هيغير معادنهم. مم. الأصيل بيبقى أصيل لو نام على الحصير، الله. والحقير يبقى حقير ولو التحف بالحرير. الله. اعتزلوا ما يؤذيكم ولا تلتفتوا لمن يؤذيكم. سعادتنا ليست مربوطة بوجود أي شخص، ولكن مربوطة بحياة أسرة وش أشخاص في حياتها. مم. نعم. قريت كتاب يعني أهداه إلي أحد الأصدقاء. الكتاب اسمه كوني عائشة. نسبة إلى أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق. يعني كيف كانت وتزوجت وهي صغيرة طبعا، دون 10 سنوات. كيف تحملت المسؤولية، كيف كانت أصغر زوجات الرسول وأحب زوجات الرسول إليه، كيف تحملت المسؤولية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كيف واجهت أصعب الصعاب اللي واجهت الرسول وخرجت منها قوية. يعني أكبرها وأعلاها حادث الإفك اللي كاد يدمر الأسرة، لكن هي كانت صبورة وقوية ومتحملة. عشان كده الكتاب ده عجبني جدا. يمكن المؤلف قال أنا قعدت حوالي 12 سنة أجمع في هذا الكتاب وأقول لكل ست اقتدي بالسيدة عائشة. أرجوكم بلاش تبقى قدوتكم الفنانة الفلانية أو النجمة الفلانية، لا، خلي قدوتكم الشخصية الجميلة ديت. والكل راجل برضو المقابل خلي قدوتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. بيعجبني السيدات اللي بتبقى فاهمة شخصية جوزها يا دكتور محمد مم. عشان تتأقلم على عيوبه ومزاياه. مم. وهي أنا دايما بقول إن المرأة معاها مفتاح السعادة لأي بيت. نعم. لو هتخش تلاقيها مبتسمة وضاحكة بيبقى اليوم جميل وشيك ومفيش أي مشكلة.
لو دخلت لقيتها عبوسة وزي ما بنسمع كده ان مكشرة على طول، هيبقى يوم يعني مش عارف، ملوش مفاتيح. ده حقيقي. ولكن طب انت النهارده قريتي شخصية جوزك، مم. ولا دموعك هتحل مشاكلك، ولا شكواكي للآخرين هتحل مشاكلك، ولا صدامك المباشر الكلمة بكلمة مش هتحل مشاكل. لازم تدخلي قلبه بذكائك الأنثوي مم. وتفكيرك الصحيح، عشان أنا بعتبر إن السيدات عندها عقلانية في التعامل، لأنها بمشاعرها ومع زوجها هي بتتقمص كل الأدوار، الزوجة والصديقة والأخت والأم وكل الأدوار معاه، لأن هي عندها القدرة على إن هي تلعب كل الأدوار. بس النهاردة المشكلة الطرف الثالث، اوعي تعملي، اوعي يقول لك، اوعي، يعني النهارده دي مشكلة. يعني احنا حتى لما بنتكلم عن الصمت، الصمت وقت الجهل حكمة، طبعا. والصمت وقت الغضب اتزان، مم. والصمت وقت الفشل تأمل وانطلاق، والصمت وقت النجاح تواضع، والصمت وقت الألم صلابة، والصمت وقت الجدال ذكاء. ده الصمت في علم النفس. نعم. وعشان كده بنقول لكل واحدة خلي عندك اتزان عاطفي في التعامل مع زوجك. خلي عندك دايما اما يجي يخش البيت ازاي ترحبي بيه، ازاي تبقي سعيدة ان هو جه. ما تسيبيش الاولاد وهو بيريح شوية او بياخد قيلولة قاعدين يلعبوا على دماغه. مم. يعني المبالغة دايما من بعض السيدات للرجال في ان هو ما جابش مستلزمات المنزل، يعني ما تحسسوش بالذنب. بالعكس، اصعب حاجه في الحياه ان الانسان الراجل يحس ان هو عاجز، سواء قدام ولاده او سواء قدام زوجته. عارفين كلنا الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها يمكن العالم كله، مش مصر بس. في الحالات دي يعني بالقدر الكافي بنحاول نأقلم نفسنا مع الظروف. ما حسسش الاب ان هو عاجز كأب، او انه عاجز كزوج. الحياة مش كل حاجة، مش لبس واكل وخروجات وكده، لا، ممكن حاجات بسيطة كرمزية تجعل هذا الحب. ويزيد على ذلك بقى حضرتك ان بتبقى موجودين الراجل او الست وكل واحد ملهي في اللعب بالهاتف بتاعه مم. وهم قاعدين جنب بعض. المشكلة بقى إن النهاردة الراجل مثلا ممكن يكون متنرفز شوية، تروح هي رد عليه بعصبية وصراخ وترفع صوتها، ودي بتبقى سبب أسباب رئيسية لحالات طلاق. ده حقيقي. بنقول لهم دايما ما تتكلموش على أهل الزوج أو أهل الزوجة، مم. ما تتكلموش ما يكون في وقت هو حزين او هي حزينه او مظلومين في اي موقف. ده ما حقيقي. تلبسيش اللبس اللي يسبب غيرته ويثير شكوكه. مم. بطلوا النميمه مع الاصدقاء والصديقات عن المنازل. بعض الحالات اللي كان فيها طلاق كان سببها الشك، بتقعد تلعب في التليفون بتاعه او هو يلعب في التليفون بتاعها. طب مم. يعني النهارده في الاخر ايه اللي وصلت له؟ عملته ايه؟ غيرته منه؟ مم. عشان كده عجبني قوي كان القاضي شريح واحد اصدقائه بيزوره بعد يمكن اكتر من 11 سنة زواج، فبيقول له كيف تجد الزواج؟ فقال له والله منذ اول ليلة يعني. ودي يعني شوف الزوجة اما تكون فاهمة. تزوجت امرأة ما أغضبتني، ما أذكر أنها أغضبتني مرة طوال هذه الفترة. فأذكر في ليلة زفافنا قمت لأصلي ركعتين شكرا لله على أنه أتم علي نعمة الزواج. فقامت فاقتدت بي، يعني تمت بصلاتي. ثم بعد أن انتهينا من الصلاة جلست هي الخطيبة وقالت لي يعني كان في أهلك من هو أكفأ منك مني لك،
من النساء، وكان في أهلي من هو كفء لي من الرجال، ولكن الله أراد أن أكون لك وأن تكون لي، فكل ما يرضيك حتى أفعله وما يغضبك حتى لا أفعله. وماذا ترضى أن أتعامل مع الناس وماذا تبغض أن أعامله من الناس حتى أبتعد عنه. وهنا وضعت الخطوط العريضة لتفهم طبعه ويفهم طبعها منذ أول ليلة. يعني لم تكن هناك فترة خطبة عشان يعرفوا بعض، ولكن وضعت الخطوط العريضة منذ اللحظة الأولى، والتي وضعتها هي المرأة بحكمتها وعقلها ورصانتها. يعني احنا دايما يا دكتور محمد يعني كلمات حضرتك لها تأثير، واحنا بنكمل بعضينا حضرتك بعلمك في ربنا يبارك فيك، الشريعة. احنا بنتعلم من حضرتك يا لا دكتور مجدي. يعني احنا برضك عشان ما نبخسش حق المرأة النهاردة، المرأة دي يعني في القرآن الكريم ذكرت سورة باسم النساء، نعم. والنهارده في سورة المجادلة النهارده نزل شرائع ربانية بعد ما ربنا سمع المرأة التي كانت تجادل خولة بنت سيدنا ثعلبة. النبي. والنهارده بنلاقي سيدنا النبي استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير. الست بتحب الاهتمام، قلة الاهتمام بيخليها بتبقى في كراهية، ما بتحبش الراجل المتردد في اتخاذ قرارات، اللي مش ملتزم معاها في توقيتات، وانا عازمك النهارده جهاز الساعه 5 يجي لها الساعه 12. الرجل الاناني ما بتحبش الشريك الاناني في تصرفاته وقراراته، اللي ما بيكونش عنده مسؤوليه، اللي ما بيحترمهاش قدام المجتمع او قدام الاسره، واللي هو دايما يشتكي ان هي مقصره في حقه او ما بتحبش الراجل اللي عنده قله النظافه، ما بتحبش الراجل الكذاب. دول اللي بيكرهوا اي زوجه في زوجها او في الراجل اللي معاها. لازم يا جماعه نعرف ان لغه الحوار احترام، نعم. ومهما كان الاختلاف في الكلمات والحوار قد تؤدي إلى ائتلاف أو قد تؤدي إلى نهايات. يا دكتور مجدي، يعني عشان كده بنقول بقى هي الحياة بتبقى يعني جاب وقبول واخذ وعطاء وحوار بين الاطراف، واحنا نقدر نخلق الدنيا الجميله بيننا كازواج، عشان يكون اولادنا حتى اسوياء، لان احنا بنصدر للمجتمع جيل اخر هيكون في زمان غير زماننا. لو نشأ زي ما اتكلمنا مع حضرتك في لقاءات سابقه في اسره سويه، بالتاكيد هيكون اثره ايجابي على اسر بتتكون في المستقبل. والله يا دكتور محمد أنا في خلاف مع زوجتي أخرج أنا وهي نقعد في أي مكان ونحل هذا الخلاف. التأثير السلبي على الصحة النفسية لأطفالنا إن في كثيرين بنلاقيهم بيبقى يقول من الأطفال أصل أنا كنت السبب في انفصال ماما عن بابا. أصل هو حط في دماغه إن هو ما شافهم في خلاف أو في صوت عالي في علاقتهم في الحوار، بقى خلاص في نفسية البنت أو الولد إن هم كانوا السبب في الانفصال. وعشان كده احنا دايما نوجه الآباء والأمهات اما تكونوا قاعد لوحدك أو قاعدة لوحدك سيطروا على أفكاركم، ما تخلوش النفس اللوامة أو الأمارة بالسوء تسيطر عليكم. اما تكونوا بين الناس سيطروا على لسانكم، اما بتكونوا غضبانين سيطروا على أعصابكم، اما تكونوا في ورطة ومش عارفين تخرجوا سيطروا على مشاعركم، واما بنحقق النجاح سيطروا على غروركم، لان بنلاقي ناس كتير كأنه هو عمل الانجاز اللي محدش عمله. كلنا مسؤولين وكلنا قدام ربنا هنسأل عما فعلنا لأولادنا اللي هم مشروع حياتنا.
كنا بنتكلم عن بعض الأمراض النفسية والعقلية والضغوط النفسية. البعض ممكن يهرب من هذه الضغوط يا دكتور مجدي بأنه يكون النوم القهري، ينام ساعات كثيرة، أو يأكل شراهة في الأكل أو غيره. النوم القهري امتى برضه يكون مرض أو هروب يا دكتور مجدي؟ والله يعني لما بنيجي نتكلم، بس انا الاول عايز اشكر الاستاذه هاله على اساس ان هي جابت لنا اغنيه فيها تناغم بين الشخصين المحبين. مم. هي بتجيب لنا الاغاني يعني كانها حضرتك يعني بتبقى مجهزه نفسيا ان هي ترجمة للحوار. للحوار. آه. النوم القهري ده بيبقى حاله نادره ومزمنه بتبقى للدماغ، مم. وبتسبب النوم المفاجئ. بنلاقي اللي قاعد ممكن يكون بيضحك او بيكون بيبكي، بينام مره واحده. مم. هو السبب مجهول وغير واضح لغايه دلوقتي، مم. بس ممكن نقول ان في بعض مستويات الماده الكيميائيه المسؤوله عن ضبط الاستيقاظ اللي هي الهيبيو كريتين دي ممكن يكون في نقص فيها. ده برضه في بعض الاحيان النقص ده بسبب مهاجمه الجهاز المناعي للخلايا المنتجه او المستقبله للهيبوكريتين. في بعض الأحيان بيبقى تغيرات الهرمونية أثناء البلوغ، انقطاع الطمس، أو بسبب ضغوط النفسية. مم. بعض الأحيان لو أنت فاكر حضرتك أنفلونزا الخنازير اه، أو اللقاح اللي كان مستخدم في التطعيم. ليها، مم. ده كانت بتحصل إصابة في الرأس، أو البعض اللي أصيب بأنفلونزا الخنازير وكانوا في دول بره كان بيجيلهم السكتة الدماغية. يا ساتر. النوم القهري ده بيصيب الذكور والإناث، مم. بس ممكن تظهر الأعراض دي في فترة الطفولة أو سنوات المراهقة. ممكن تكون سبب عوامل وراثية، جينات، مم. مناعة ذاتية وبيئية. وده حضرتك اما بنيجي نعمل دراسات على بعض الحوادث اللي بتحصل، ان احنا بنلاقي السائق او اللي بيبقى سايق العربية بيشعر بنعاس مفاجئ، ما بيحسش ان هو سايق مسؤول عن العربية، بيجيله النوم المفاجئ. بيحصل نوبة خمود، بيبقى فيه ضعف وفقدان التحكم في العضلات. يعني ده بيبقى بنقول عليه شلل النوم، مم. ان هو عارف ان هو سايق المركبة بتاعته او العربية بتاعته، مرة واحدة بيجيله النوم القهري. عشان كده بنستغل والفرصة بعد، يمكن حضرتك أثرت نقطة مهمة بالنسبة لبعض السائقين والنوم القهري، ربما بيلجأ لتناول بعض المنبهات أو الأقراص المخدرة. ويمكن كان جميل أوي الانتباه إن إحنا نعمل تحليل مفاجئ للسائقين والغيره، لأن ده كان بيؤدي الكوارث يا دكتور مجدي. والله حضرتك يعني ده احنا دايما بنقول يعني لكل مرض او كل عارض له علاج. النوم القهري علاجه ان هو لازم يعني يحسنوا التوقيتات بتاعت النوم اللي هم بيكونوا فيها ورايحين ننام، يبقى في راحة في الفراش، في غرفة النوم. الوقت النوم اللي بنام فيه ووقت الاستيقاظ لازم يكون ثابت. النهارده ممكن اخد قيلولة يعني خلال اليوم عشان اقدر اكمل اليوم، وخاصة للناس اللي بتبقى عندها يعني مجهود في العمل. نتجنب بقى شرب المشروبات اللي المنبهات. فيها الكافيين والحاجات اللي هي اساسا بتأثر على الخلايا العصبية للجسم. الناس اللي هي المدخنة بشراهة يعني يا ريت نقلع عن التدخين. اما بنيجي نروح النوم بتاعنا نتعود ان احنا يبقى فيه استرخاء، ناخد حمام دافي، نمارس بعض التمارين الرياضية في الوقت اللي هو ما يكونش فيه مجهود
مباشر عضلي يعني. مش ممكن هنمنع النوم القهري، بس النهارده على الأقل إن نقلل النوبات اللي ممكن تحصل بسبب الإرهاق والمجهود وعدم النوم. بركز أهو مع حضرتك، ايوه، وبلاها الأدوية والحبوب المنشطات او المنبهات. اللي بياخدوها عشان يفضل يكمل الدنيا معاه اليوم كله، لأن في الآخر هيحصل له هلوسة، وهيحصل له أثر مباشر على الخلايا العصبية، ودي هتسبب النوم القهري وحوادث زي اللي احنا بنشوفها بسبب نوم بعض السائقين. يا ربنا يحفظ الجميع يا رب، ويبارك في حضرتك يا دكتور مجدي. بتمتعنا دايما بمعلوماتك الغزيرة وعلمك النافع، ويعني الوقت بيمر سريعا مع حضرتك. كنا نتمنى أن يطول الوقت أكثر وأكثر، ولكن ها هي يعني دائما لقاء الأحبة يمر سريعا ولا نشعر بالوقت يا دكتور مجدي. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. والحمد لله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنا بسعد إن أنا بسمع حضرتك وبتشاركني في البرنامج الجميل والحوار الهادف، لأن احنا يعني هدفنا إن الناس كلها تبقى عايشة سعيدة، وإن شاء الله يبقى مصر كلها سعيدة. يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا.